السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وجمهوره ولاعيبته. الأهلي تأهل للمباراة النهائية. طبعا بكرة هيتحدد مين اللي هيبقى فائز من الوداد أو سان داونز. طبعا الأمر معلق يعني وأحب أبشركم إن سان داونز مش هي سان داونز اللي بدأت البطولة. بس يعني هم في ملعبهم بيبقوا حاجة تانية ويعني 75% مرجح ليهم ان هم اللي يكسبوا. لان الوداد مش هي برضو الوداد، يعني مش نفس القوة ونفس الكفاءة يعني. فطبعا الاهلي النهارده استطاع ان هو يكسب ترجي 1-0 ويتأهل للمباراة النهائية. طبعا الاهلي كده المباراة النهائية النهائي هيبقى يوم 4 يونيو. هيبقى يوم حد، فالاهلي كده طبعا هيرجع بقى للدوري والمخططات الشيطانيه بتاعت اتحاد الكوره وعامر حسين رئيس لجنه المسابقات. طبعا هم عاملين له جدول مفخخ يعني. المفروض ان الاهلي يوم الثلاث يلعب مع انبي، بعد كده يوم الجمعه يلعب مع طلائع الجيش، بعد كده يوم الاثنين يلعب مع تقريبا البنك الاهلي او سيراميكا سوري يوم الاثنين. فيعني كل يعني الاهلي هيبقى النهارده الجمعه هيلعب الثلاث كده، سبت حد اتنين يلعب الثلاث، يقعد الاربع والخميس يروح لاعب الجمعه، يقعد السبت والحد يروح لاعب الاثنين. فيعني هم يعني ايه عايزين يقضوا على الاهلي باي شكل. فيعني ايه من دلوقتي كده ايه يعني الاهلي يخلص المباراه يتاهل المباراه النهائيه بدل ما يريحوه عشان يعني قدامه مباراه صعبه. المباراه النهائيه دي يعني لو سان داونز بالذات لا يعني يهلكوه بقى في الدوري في الجداول الشيطانيه بتاعتهم وتخللهم. كمان كان المفروض ان هو يلعب مع منتخب السويس في الكاس، بس دي مؤجله والله اعلم هيحطوها امتى. يمكن يقولوا له مثلا بعد يوم ال 29 اللي هو هيبقى اخر مباراه مع السيراميكا، اللي هو هيبقى يوم الحد. فيقولوا له بقى ايه العب قبل ما تسافر مثلا يوم الثلاث وسافر بعد كده، او يوم الاربع وسافر بعد كده، عشان يعني ايه يقضوا على الاهلي خالص. يعني طبعا يعني لجنه المسابقات واتحاد الكوره ويعني الاتحاد العظيم ووزير الرياضه بيحبوا الاهلي جدا، فعشان كده عاملين له الجدول الحلو ده. طبعا يعني المباراة يعني كانت مباراة يعني مش سهلة. كولر طبعا قال ان هو يعني ده ماتش مش ماتش، يعني قال الشوط التاني هيبقى في القاهرة ولازم نعمل حساب الترجي اتحسن عن المباراة الأولانية. بس يعني الحمد لله احنا استطعنا ان احنا نجيب جون في الشوط الأولاني وكان جون حلو جدا مع بيرسي تاو وحسين الشحات. ضيعنا فرص كتيرة برضو كانت سهلة ان هي تيجي. بس هم تحسنوا جدا خصوصا في الدفاع، يعني كانوا حريصين جدا في الدفاع. طبعا في حاجة علامة استفهام. عايزين يعني نعرف ايه موضوع في الكاف، يعني ايه موضوع الحكام الموريتانيين السنة دي اللي قال يتحكم له في مباراة الإياب هنا في القاهرة أمام الهلال حكم موريتاني، والنهارده برضو حكم موريتاني. والحكام الموريتانيين ضعاف جدا ويعني لا يفقهوا في الكرة أي شيء. النهارده الحكم شفناه ضعيف جدا. يعني تفنن ان هو يدي الترجي فاولات من جميع انحاء الملعب، فاولات مش فاولات خالص، انذارات على ودنه لفرقة الاهلي وانذارات غير مستحقة، انذارات غريبة الشكل واللون، كور ملهاش اي لازمة ان هو يدي فيها انذارات ويروح مدي للاعيبة انذارات، لان لعيبة الترجي طبعا اساتذة في التمثيل. فيعني شفنا منه حاجات غريبة وعجيبة النهاردة. يعني صراحة الحكم النهاردة كان سيء للغاية. كورة تطلع بره كاملة بره خالص بره الملعب يكمل الماتش عادي جدا. بطيء جدا في الاوفسايد بتاع الفرقة التانية. كان في كور كتيرة قوي كانت يعني تبقى خطر على الاهلي واوفسايد، اتقطعت والاهلي كمل بيها وعادي ما حسبهاش ولا صفر اوفسايد ولا اي حاجة. فيعني الحكام الموريتانيين علامة استفهام كبيرة قوي من الكاف. وعايزين يعني نشوف ايه حكاية الموضوع ده ماتش يعني نص نهائي يا جماعة، مش ماتش يعني في الادوار التمهيدية عشان حضرتك تجيب لي حكم موريتاني تعبان زي ده في ماتش مهم زي ده. المفروض ان يبقى حكام الصفوة
خلاص دول اخر 3 مطوشه. يعني الماتش ده خلاص النهائي، والماتشين اللي هم بتوع الماتش بتاع سان داونز اللي هو النهائي برضو، اللي هو قبل النهائي برضو اللي هو هيتلعب بكره ان شاء الله مع الوداد، وناقص الماتشين النهائي. فالمفروض ان يعني كان الاربع ماتشات دول يبقى فيهم حكام صفوه، ما يبقاش في حكم موريتاني مغمور يجي يحكم ماتش زي ده يعني. بس الحمد لله ربنا اكرمنا، والاهلي قدر يتغلب على الترجي. طبعا كتر الانذارات، طبعا كولر خاف على لعيبه كتيره، طلع مروان حمدي، مروان عطيه، وطلع حمدي فتحي، وطلع محمد هاني، يعني طلع ناس كتيره قوي علشان برضو يحافظ على الاصابات ويحافظ على الانذارات. لان الحكم بقول لحضراتكم ادى انذارات كتيره ملهاش اي داعي وملهاش اي لازمه. طبعا نزل نفس التغييرات اللي نزلها المباراة اللي فاتت. نزل طلع الوينجين اللي هم الشحات وبرسيتاو، ونزل عبد القادر وطاهر محمد طاهر. بس يعني خلاص الفرقة يا جماعة بدأت تظهر، وبدأ يظهر اللعيب اللي ينفع يلعب في النادي الأهلي من اللي ما ينفعش يلعب في النادي الأهلي. طبعا يعني الشحات وبيرسي تاو ظاهرين اكتر جدا من عبد القادر وطاهر محمد طاهر. نازلين تايهين. طبعا عبد القادر هو عبد القادر، ما فيش اي تغيير. لف حوالين نفسه والترقيص اللي ملوش اي لازمه. فاعتقد ان يعني خلاص كولر بدأ يحدد الناس اللي هي هتبقى معاه والناس اللي مش هتكمل معاه. اعتقد يعني ان هو، بس هو راجل يعني محترف، وراجل مش هيتكلم في حاجه زي كده دلوقتي. بس بدأت تبان الامور يعني وتتضح. الحاجة التانية طبعا الاجتهادات والضربات الصحفية والفيوهات والمشاهدات والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. طبعا يعني كل لما تيجي تلعب قدام الترجي او قدام اي فرقه يقول لك الاهلي هيجيب محمد علي بن رمضان، الاهلي هيجيب مش عارف مين. كل اي فرقه انت تلعب قدامها يقعد كل واحد يفتي لك ويقول لك صفقات ملهاش اي لازمه علشان المشاهدات والكلام اللي حضراتكم عارفينه. طبعا يعني الموضوع بتاع الصفقات ده راجل كولر حازم فيه جدا، وكولر مدرب مش هين، وقال اتفق مع لجنة الكورة واتفق مع الخطيب مفيش حاجة اسمها ان انت تجيب لعيب من غير ما انا اكون موافق عليه. والراجل حازم جدا في الموضوع ده. وحتى في اللي يمشي واللي يقعد الراجل يعني قوي جدا في الحتة دي، ومش هيسمح ان هو يجيب لعيبة تاني ما ملهاش اي لازمة. كفاية اللعيبة اللي احنا جبناها وكانت مقلب زي برونو سافيو كده. طبعا يحسب له هو ان هو قوم بيرسي تاو، وخلى بيرسي تاو في يعني في مكان تاني. شفنا النهارده بيرسي تاو المره الخامسه على التوالي يعمل، بقى عنده 5 اسيست زيه وزي علي معلول في ما فيش يعني في 3 4 مطوشه. ما لعبش زي علي معلول المطوشه من اول دوري ابطال افريقيا. ومع ذلك بيرسي تاو يعني قسم ب5 اسيست، فده حاجه ممتازه جدا. حسين الشحات برضو بيحافظ على مستواه وبيحافظ على نجوميته. كهربا اللي منحسه معاه من ساعه ما قروا عليه في مباراه الزمالك، وهو يعني ما اعرفش منحسه معاه ليه. فربنا يكرمه كده تاني ويرجع يتألق تاني. طبعا الايام اللي فاتت دي بنسمع حاجات غريبه وحاجات عجيبه من نادي الزمالك، وان الترجي ضعيف، وان فرقه ضعيفه واصلهم مصابين، واصلهم عندهم اصابات كتيره. طب الاهلي قعد قد ايه مصاب؟ والاهلي قعد قد ايه عنده الفرقه يعني عنده فرقه كامله مصابه؟ الاهلي بقاله 4 أو 5 سنين بيعاني من الموضوع ده، ومحدش التمس له العذر يعني. ومحدش قال الاهلي عنده لعيبه قد كده وعنده لعيبه مصابه ولا. بل الاهلي بكل جراءه وبكل شجاعه ولعب باللعيبه اللي معاه. واحنا عارفين شعار الاهلي بمن حضر، غير الناس اللي مشيت اللي راحت للطموح والفلوس. فيعني الكلام ده مش في قاموس الاهلي، الكلام ده في الفرق الضعيفه، في الفرق اللي هي عندها شماعات تقدر ان هي تعلق فشلها عليها. انما الاهلي كده كده ما عندوش الكلام ده، وما عندوش الشماعات، وما عندوش الحجج والحاجات الفارغه والكلام الفارغ. الاهلي بمن حضر طول عمره.
المصاب بيتعالج وفي بديل، ممكن يكون مش بديل كفء زيه، بس بنحاول ان نشتغل معاه. شفنا محمد هاني دلوقتي مستواه بقى اكتر من رائع. النهارده كان كابتن الفريق. طبعا كان بيلعب مكانه شفاه الله وعافاه يعني. آه، بسم الله الرحمن الرحيم اكرم توفيق. وكان اكرم توفيق جاله رباط صليبي، يعني بنشوفه دلوقتي في التدريبات كده واحده واحده هيرجع ان شاء الله. بس يعني محمد هاني اثبت جداره وعوض مكان اكرم توفيق. محمد هاني تعرض لانتقادات كبيره جدا، وهو وعلي معلول، والراجل كولر عمل معاهم شغل جامد ورجعهم لمستواهم. وبنشوفهم دلوقتي يعني الاثنين واقفين على رجليهم. الفرقه الصراحه كلها واقفه على رجليها للمباراه العاشره اهو، او التاسعه. الاهلي ما بيخشش فيه ولا جون. الاهلي من بعد مباراه سان داونز ما دخلش فيه ولا جون. كل دي نقط قوه الراجل كولر بيضيفها. وكل ده يعني بفضل الله وبفضل المدرب وبفضل الجهاز الفني واللعيبه والجهاز الاداري. طبعا الكلام ده كله في ناس يعني عندها غشاوة على عينيها ما بتشوفوش، امثال الناس اللي هي يعني اللي عندها مرض نفسي زي كده رضا عبد العال والناس التعبانة والمرضى النفسية دي. فيعني نتمنى ان ربنا يهديهم ويشيل الغشاوة من على عينيهم كده، ويعرفوا ان يعني النادي الاهلي يعني متفوق اليومين دول وماشي بخطى ثابته، والراجل كولر يعني عامل فرقه ممتازه. طبعا هو كولر يعني مش عاجب كابتن رضا عبد العال جوارديولا طنطا، مش عاجبه. بيقول لك يعني راجل على قده وراجل. طب يعني احنا عايزين نشوف كراماتك ونشوف انت يعني كده تاخد فرقه وتعمل منها يعني من الفسيخ شربات. مفيش. انما كلامه بس وفرقعات اعلاميه وبس عشان المشاهدات وخلاص. الانتقاد من باب الانتقاد مش اكتر، انما من غير فهم. واحد ما بيفهمش اي حاجه، ملوش في اي حاجه، لا تدريب نفع، ولا هو راح عمل دورات، ولا عمل اي حاجه في اي حاجه. وبيتكلم في الكوره وبيتكلم وبيقول رايه. انت بتقول رايك على اساس ايه؟ انت راجل ما يعني، ولا انت درست كوره، ولا انت دربت اي حاجه، ولا جيت جنب اي منتخب ولا اي حاجه، وبتقول رايك ده احتفظ بيه لنفسك. انت اخرك كنت لعيب في النادي الاهلي والنادي الزمالك. على راسي كنت لعيب سوبر وكل حاجه. بس تيجي في النقد او تيجي في التحليل، لا يعني تحط تحت نفسك كده 100 خط، وتعرف ان انت بتتكلم ازاي وبتقول ايه. انا مش محتاج ان انا يعني رايك ده خليه لنفسك، مش محتاجه. جماهير الاهلي عارفه ان انت مريض نفسي قدام يعني ضد النادي الاهلي. وبالنسبه لك اي يعني مدير فني الاهلي جابه مدير فني متواضع. طبعا الزمالك بيجيب بروفيسورات يعني. اخرهم بروفيسور فريرا اللي كولر اداله على قفاه مرتين ثلاثه، وروحوا بلد وقفاه قمر عيش. طبعا ده بالنسبه لك مش انجاز. دلوقتي البروفيسور اوسوريو اللي تفوق على يعني فريرا البروفيسور وكسب اسوان امبارح. الاسوان اللي كسبت الزمالك 2-0 في عقر دارها. وجا البروفيسور قال للراجل المحترم ايمن الرمادي يا ريت تعمل كده قدام الاهلي وتلعب كده قدام الاهلي. فيعني كل الكلام ده يعني يدل على ان في ناس مريضه نفسيا في مصر، وفي ناس يعني بتتصيد للاهلي. الاهلي يعني بيلعب ضد منظومه كامله من الفشل ومن القذاره ومن الفجر. لما انت تيجي تضغط له 3 مباريات، النهارده يلعب مباراه في افريقيا، يوم الثلاث يلعب مباراه في الدوري، يجي يوم الجمعه يلعب مباراه في الدوري تانية، يجي يوم الاثنين يلعب مباراه في الدوري تانية. والله اعلم هتعمل ايه بعد كده. وهو يجي بعد كده يوم الاحد اللي بعده يلعب مباراه في دوري ابطال افريقيا. فيعني انت يعني مش عايز فرقه زي الاهلي تنجح.
لا عندك منتخب عدل، ولا عندك اتحاد كرة عدل. ما خدتش، طلعت صفر افك امر عيش من كل البطولات اللي دخلتها النهارده. بالمناسبة يعني اللي بيقولوا ان الفرقة بتاعت الترجي مصابة، والفرقة بتاعت الترجي ما عندهاش. الفرقة بتاعت الترجي فيها 3 أو 4 لعيبة بيلعبوا في كأس العالم للشباب اللي طلعنا منه صفر اليدين بسبب اتحاد الكرة الفظيع بتاعنا. في 3 أو 4 لعيبة بيلعبوا في كأس العالم للشباب في الأرجنتين من فرقة الترجي، اللي يعني كابتن جلال علام والفاسين العباقرة اللي معاه كابتن حزومة وباراكوتا والناس الفظيعة الفذة دول، يعني طلعونا مولد بلا حمص وصفر من جميع البطولات. لا تأهلنا في اي حاجة، ولا منتخب شباب، ولا منتخب اولمبي، ولا منتخب كبار، ولا اي حاجة خالص، صفر في كله. فيعني خلينا كده يعني على طول الخط، المنظومة كلها بتحارب النادي الاهلي عشان هو الوحيد اللي نجح في مصر. اخر حاجة هتكلم عليها الجمهور. يعني انا مش عارف ايه مشكلة الجمهور مع الامن. يعني انت حضرتك عملت تذكرتي، وعملت نظام لتذكرتي، وحضرتك يعني معلش، يعني مع احترامي لل للكلام، المشجع اللي بيخش ده حضرتك عندك تاريخ ميلاده من اول ما كان في بطن امه لحد دلوقتي. فيعني انت حضرتك ايه مشكلتك لما تدخل بتاع سوري، يعني المدرج بالساعه الكامله وتدخل الناس؟ يعني عيب قوي لما احنا بنروح نلعب في كل الدول، في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي جنوب افريقيا وي 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 نلاقي الملاعب كلها على اخرها، وتلاقي البلد حوالين الملعب فاضيه، البلد كلها جوه الملعب. واحنا مش عارفين نعمل كده علشان خاطر اصل الامن بيقول لا هم اكثر، عشان الامن 10,000 متفرج. طب احنا عملنا تذكرتي ليه؟ ايه لازمه تذكرتي، وايه لازمه ان انا اخش احط صحيفه الحاله الجنائيه بتاعتي على تذكرتي وبطاقتي ويعملوا عليا كشف هيئه وي 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 وي، وفي الاخر خالص ادخل 10,000 متفرج؟ طب ما انت حضرتك يعني احنا دلوقتي يعني البلد متطوره وما شاء الله. يعني الرئيس عمل طفره في المنظومه الالكترونيه، وعمل طفره في موضوع البطاقات، وعملنا طفره في الميكنه، وعملنا طفره. ده احنا عندنا مكن دلوقتي بيعمل في الشارع السجل بطاقه الرقم القومي، بيعمل شهاده الميلاد، وبيعمل وانت واقف زي مكنه الاي تي ام. يعني احنا ما شاء الله الميكنه والرقمنه ما شاء الله بقت يعني في عالم تاني يعني عندنا في مصر. ايه المشكلة لما حضرتك تدخل 80,000 متفرج يشجعوا النادي؟ فيعني انا مش عارف، يعني علامة استفهام كبيرة قوي بالنسبة للامن، وبالنسبة لشركة تذكرتي. نسي افهم ايه حكاية ال10,000 متفرج. يعني انت الفرقة اللي واصلة الوحيدة لنهائي ابطال افريقيا، كل الفرق المصريه طلعت، وكل المنتخبات طلعت، كل حاجه طلعت، ما استفدتش اي حاجه، زيرو في كل حاجه في الكوره. مفيش غير الاهلي اللي مفرحك. انت مش عايز تدخله الساعه الكامله يعني لاستاد القاهره، وامبارح تلعب الزمالك عنوه على استاد القاهره. المفروض ان هو في الجدول ما يلعبش على استاد القاهره، ويجي بالليل جماهير الزمالك بعد ما تطلع تمسك الاتوبيس بتاع الترجي وتقعد تكسر فيه وتقعد تعمل فيه. يعني حاجه في منتهى القذاره وفي منتهى الفجر. يعني لجنه مسابقات فاجره، واتحاد كوره فاجر، ومسؤولين فاجرين ان هم يبقوا عارفين ان الاهلي هيلعب النهارده على استاد القاهره، ويلعبوا عنوه الزمالك. بتلعبوا على استاد القاهره على اساس ايه؟ عايز افهم. يعني انت بتلعبوا على اساس ايه؟ يعني فرقه فاشله، وفرقه في الرابع. يعني ده يعني اتفوق امبارح على اسوان، لان هو يعني اسوان اضعف منه. يعني تخيل انت، يعني فرقه زي الزمالك دي، لو يعني فرقه في الدرجه الثانيه مش في بلد الواء هتكسبها. امبارح اسوان مش عارفه تكسبها، وجبتوا عينه على استاد القاهره عشان تكسب بالعافيه، وعلشان الحكام اللي انت بتجيبهم بتوع الاحتواء يعملوا اقصى ما بدلهم عشان يكسبوا الزمالك.
فيعني ايه لازمه ان انت تعمل حاجه زي كده وانت عارف ان الاهلي عنده ماتش للترجي النهارده، وعارف ان فرقه الترجي هتتدرب على الملعب، غير ان انت بقى قاصد يعني غير كده. يبقى انت قاصد، يبقى انت كمسؤول واتحاد كوره ولجنه مسابقات وكاس رابطه والبلا الازرق اللي احنا فيه ده كله، انتوا قاصدين ان انتوا تعملوا حاجه زي كده علشان تقرفوا الاهلي، وعشان الاهلي يتعرض لعقوبات من الكاف، وعشان الكلام الزباله والافعال القذره اللي انتوا بتعملوها، ان انتوا تورطوا الاهلي. طب ليه يعني؟ ايه لازمته؟ هو انتوا عشان فاشلين والناموس بتاعكم ما عرفش يعمل اي حاجه ومش عارفين تزقوه في اي حاجه خلاص؟ ده انتوا عملتوا ليله امبارح وعملتوا فرح عشان كسبتوا اسوان، وخدتوا كاس الكؤوس في مباراه من 3 مباريات الاهلي كسبكم رايح جاي في اليد، وانتوا اقوى المفروض فرقه في اليد في مصر. الاهلي اخد منكم 3 بطولات قصاد بطوله عملتوا عليها فرح، هي وماتش اسوان. انتوا لسه في الرابع. فيعني حاجة يعني مزرية واحنا عايشين في جو مزري في الكورة، وحاجة يعني ربنا يطلعنا من الاشكال دي على خير. نتمنى ان يعني الدنيا تنضف، ونتمنى ان يعني حال الكرة يتعدل في مصر، ونداء الى الجماهير لمجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يعني لازم يتحرك في موضوع ان احنا في مباراة النهائي لازم يبقى الملعب على كامل على اخره. لان انت لو انت لعبت مع الوداد او لعبت مع سان داونز، انت هتلاقي مش الملعب على اخره، هتلاقي البلد كلها جوه الملعب. فمن حقنا احنا كمان ان احنا يبقى عندنا البلد كلها جوه استاد القاهرة. يعني ده الطبيعي، وده حق يعني اصيل ان الاهلي زي ما بيلعب قدام 80,000 و90,000 الفرقه الثانيه تلعب قدام 80,000 مصري و90,000 مصري. ده حق الاهلي، مش اي حاجه. جماهير الاهلي 80 مليون، احنا بندخل 10% منهم. فيعني حرام، ولازم اتحاد المجلس الاداره بقياده بيبو يتدخلوا في الموضوع ده، وان شاء الله يوصلوا على اعلى مستويات. لو حتى هيوصل رئيس الجمهوريه يوصله. انما يعني جمهور 10,000 بس في مباراه زي دي ما ينفعش. انت بتلعب خلاص نهائي، وبتلعب على بطوله. ان شاء الله باذن الله يعني. مش عايز اطول عليكم النهارده عشان احنا برضو في وقت متاخر. ان شاء الله نتقابل مع حضراتكم بعد احداث مباراه انبي ان شاء الله، اللي هتبقى يوم الثلاث الجاي باذن الله. بتمنى ان نكون وفقنا في التعليق بتاع النهارده، وحضراتكم ما تنسونيش باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير.